الولد شاف قوس بيطلع نور غريب، فبدافع الفضول نزله من الهواء. أول ما شد الوتر الهواء اتحول لسهام حادة، وبعدين السهام اتحولت لاتنين ذهبي، طلع على السماء واخترق الجبال البعيدة. الصوت القوي خلى شيوخ العشيرة يجروا على الساحة. القوس ده وزنه حوالي 500 كيلو، وبقاله مئات السنين محدش قدر يشده. الشيوخ أمروا إن صاحب السهم لازم يتلاقى، لأنه مفتاح قوة العشيرة، من غير ما يعرفوا إن ده الولد اللي الكل كان بيستهين بيه. عم الولد كان طمعان في زعامة العشيرة، وطلب من الكل يسلموا قوتهم. الجدة رفضت وقالت إن الزعيم لازم يكسب في منافسة عادلة. المسابقة كانت رمي 60 قرصاً طايراً في الهواء مرة واحدة، واللي يصيب أكثر يكسب. أم الولد رغم ضعفها وافقت على التحدي. في الجولة الأولى أصابت قرص واحد بس، والناس بدأت تضحك عليها. في اللحظة دي الولد تعمد يعمل حركة ويقول إن الهواء قوي ومش مساعد على التصويب، فأمه فهمت قصده وعدلت مكانها. في المرة الثانية أصابت 9 أقراص، لكن الخصم فضل يستهزأ بيها. بعدها تلميذ الخصم دخل المنافسة وأصاب 6 أقراص في أول مرة، وكان واثق إنه كده هيكسب. في المحاولة الثانية الولد حرك صوابعه بهدوء، فالتلميذ ما أصابش غير 3. الجدة خدت بالها من موهبة الولد. في الجولة الثانية الأخ الأكبر للخصم أصاب 16 قرصاً، وبعدها 10 كمان، والكل اندهش. وقف يتباهى ويتحدى أي حد يواجهه. ساعتها الجدة طلبت إن الولد يطلع. الناس ضحكت، لكن الجدة كانت شايفة قوته من زمان. الولد طلع على الساحة وغطى عينه بقماشة سودة، وطلب إن الأقراص كلها تترمي مرة واحدة. اعتمد على السمع ورمى السهام، فكسر كل الأقراص في لحظة. وقتها الكل عرف إن الولد ده كان صاحب قوة مخفية من الأول.